مدن نينوى أسماء وأصول. دير الربان هرمزد دير عامر يقع في شمال الموصل على 33 ميلا منها، وعلى ميلين من شمال شرقي القوش، وموضعه في أعالي جبل بيث عذري المعروف أيضا بجبل القوش، ويرتقى إليه من بطن الوادي المعروف بقلي الدير. ودير الربان هرمزد من أعظم ديارات الكلدان في عصرنا، ومن أقدمها وأبعدها شهرة. أنشأه الربان هرمزد الفارسي النسطوري في الربع الثاني من القرن السابع للميلاد، وقد لبث قائما أكثر من 13 قرنا، أصاب في بعضها نجاحا فتكاثر رهبانه الذين نقروا لهم صوامع في الجبل، وفي بعض عصوره نالت منه النكبات فنهب وأقفر من رهبانه غير مرة. في هذا الدير كنيسة أثرية تناولتها يد الترميم على مر العصور، وفي ظاهرها وباطنها كتابات كلدانية، كما أن في سائر أنحاء الدير كتابات كلدانية أخرى فيها القديم والجديد، وكثير منها مؤرخ، وأقدم هذه الكتابات مؤرخ بسنة 1497 للميلاد. كان في دير الربان هرمزد فيما مضى مكتبة غنية بنفائس المخطوطات الكلدانية، وكان كثير منها على الرقوق، ولكن النكبات التي حلت بالدير ولا سيما حين نهب سنة 1844 للميلاد أدت إلى إتلاف جملة كبيرة من تلك المخطوطات وضياعها. أما ما سلم منها فقد نقل إلى دير السيدة، وسيأتي الكلام عليه. اشتهر في التاريخ جماعة من رهبان هذا الدير، منهم يوسف بوسنايا وتلميذه يوحنا بن خلدون الذي وضع كتابا في سيرة معلمه في القرن العاشر للميلاد. ومن مشاهير رجال هذا الدير البطريرك يوحنا سولاقة، وقد قتل سنة 1555، وعبد يشوع الرابع الجزري الذي صار بطريركا سنة 1580، والبطريرك يابالاها الرابع، وآدم عقرايا، والأب جبرائيل دنبو مجدد الحياة الرهبانية في هذا الدير بعد اضمحلال شأنها، وقد قتل سنة 1832 للميلاد، والأب شموئيل جميل صاحب التأليف الكثيرة المتوفى سنة 1917 للميلاد، وقد مر ذكره في الكلام على تلكيف.